يا مساء الخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل بسكويت النشادر او بسكويت الماكينة. هيكون مظبوط جدا والمقادير بسيطة، مقرمش وهش. ويعني من اول مرة انا متأكدة ان هو هينجح معاكم، وهعمل المقدار ده لمقدار كيلو من الدقيق، وتقدروا طبعا تضاعفوا الكميات. هسيب المقادير مكتوبة في صندوق الوصف. لو انت اول مرة بتتابعوني، انا اسمي مريت. لو بتتابعوني من على الفيسبوك او اليوتيوب ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ومستنية تعليقاتكم الحلوة. ويلا بينا نبدأ وصفة النهاردة. اول حاجة معايا كوباية ونص من السمنة الباردة طالعة من التلاجة، وانا بدقق على كلمة باردة لان لازم تكون طالعة من التلاجة. لو ملاحظين النص كوباية دي زيادة شوية، يعني هتزودوا معلقة ممسوحة شوية من السمنة، لان ديت مش نص كوباية بالظبط، اكتر شوية. وبالظبط بالجرامات 335 جرام من السمنة الباردة. تقدروا تستعملوا اي سمنة انتوا تحبوها، او تخلطوا سمنة فلاحي مع سمنة عادية. دلوقتي السمنة هضربها كويس قوي بالمضرب الكهربي على سرعة عالية لحد ما تنعم، وكمان لونها يكون فاتح. بعد كده هضيف السكر، ده سكر بودرة ناعم وهنخله. ومقدار السكر في الوصفة دي كوبايتين من السكر، يكونوا ممسوحين كده على الكوباية بالظبط. وبالجرامات 340 جرام من السكر البودرة. هضرب كويس قوي، بس انا ضفت الكوبايتين على مرحلتين، يعني ضفت اول كوباية دلوقتي وبضرب بالمضرب لحد ما السكر يختفي، وبعد كده هضيف الكوباية التانية. هضرب كويس جدا زي ما قلت لحد ما السمنة تبقى ناعمة خالص ولونها فاتح، ويعني تحطوا المعلقة فيها كده تلاقوها ممسوحة خالص. بعد كده معايا 4 حبات من البيض بدرجة حرارة المطبخ، اهم حاجة تكون من المطبخ. وهحط عليهم، انا حطيت باكو كبير من الفانيليا اللي هي البودرة، ممكن تحطوا معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، او باكوين من الفانيليا البودرة. دلوقتي انا هضيف البيض بالتدريج، يعني اضيف بيضة واضرب واتأكد انها اختفت تماما، وبعد كده اضيف اللي بعدها وهكذا، واتأكد ان البيض اندمج كويس واختفى جوه الخلطة بتاعتنا. ده القوام اللي احنا عايزينه، بيكون ناعم كده خالص. تمام. دلوقتي بقى نيجي للمكونات الجافة وهي الدقيق. طبعا انا هحتاج لكيلو من الدقيق الخاص بالبسكوت والحلويات، وهضيف عليه باكو كامل من البيكنج باودر. واهم حاجة يكون البسكوت سوري، يكون الدقيق ده خاص بالبسكوت. تمام. نجيب دقيق نوعه وجودته كويسة، مادام احنا هنعمل بقى حاجة للعيد فنجيب حاجة كويسة، سواء سايب او في اكياس، المهم يكون خاص بالبسكوت. دلوقتي الدقيق دوت انا هضيفه برضو بالتدريج. كيلو الدقيق ده انا ضفت عليه زي ما قلت لكم باكو كامل من البيكنج باودر، وكمان رشة ملح صغيرة خالص. هبتدي ان انا انخل الدقيق، مهم قوي ان انا انخل الحاجات اللي هي الجافة، سواء السكر او الدقيق. انا اول مجموعة حطيتها كده من الكيلو، هضربها ضربة خفيفة بالمضرب، وبعد كده هضيف بقية الكمية وابتدي ان انا اشتغل بايدي. فكرة ان انا بس بضيف بالتدريج الكيلو علشان اتأكد ان الدقيق اندمج كويس قوي مع بقية المكونات، لان لو ضفته مرة واحدة هيكون صعب شوية العجن فيه، خصوصا لو بتعملوا بقى ضعف المقدار ده او اكتر. فانا عشان كده هبتدي ان انا بقى دلوقتي الم العجينة، بس بلاش اعجن، يعني بلاش يعني اعجن زي المعجنات، لا. هبتدي بس ان انا اخد العجينة اقلبها واضغط عليها بايدي كده لحد ما الدقيق يختفي تماما. لكن بلاش ان احنا نقعد نعجن فيها كتير علشان العجينة ما تعملش عرق معانا. بعد ما اتاكد ان الدقيق اختفى تماما في العجينه بتاعتنا وبقت مفروله شويه، هحتاج بقى لربع كوبايه من اللبن، او اللي هو الحليب، يعني يكون سخن، مش دافي، لا يكون سخن. احط عليه معلقه كبيره من النشادر، هلاقي كده في تفاعل حصل وفوران حصل، ده كده يبقى النشادر بتاعتنا مظبوطه. عشان لو اللبن مش سخن مش هتلاقوا فيه تفاعل حصل، فلازم يكون اللبن سخن. وهنزل بالربع الكوبايه الحليب دي على المقدار ده،
يعني انا مش هحتاج ازود اكتر من كده سائل، لان هو ده هيكون ظابط الوصفة معانا. هبتدي بقى في المرحلة دي ان انا الم العجينة كويس قوي، وهلاقي بقى هنا العجينة بقت قابلة للتشكيل، يعني مش مفرولة، لا بقت خلاص متماسكة، واقدر اضغط عليها بايدي. عجينة البسكوت بتاعت المكنة ما بتكونش قاسية قوي، علشان ما تتقطعش منكم وانتوا بتحطوها في المكنة، وما بتكونش برضو طرية جدا، بحيث تكون يعني كده مايعة وانتوا حاطينها في المكنة. اهم خطوة بقى دلوقتي، مهما كانت المقادير مظبوطة مليون في المية، لازم ان احنا نجرب واحدتين بسكوت في الفرن الاول عشان نتأكد، لان كل دقيق بيختلف عن التاني. حتى نفسي انا الوصفة دي لو عملتها كل مرة ممكن احتاج ازود على الكيلو الدقيق ده مثلا معلقة معلقتين. فانا دلوقتي هجرب واحدتين في الفرن، لو حسيت ان حجم البسكوت اتضاعف شوية هزود معلقة دقيق، وده فعلا اللي حصل. انا جربت واحدتين في الفرن على حرارة متوسطة في الرف الوسطاني، حسيت ان البسكوت يعني حجمه تضاعف شوية بقى بالشكل ده. فانا زودت على كيلو الدقيق ده بس معلقة دقيق كبيرة، معلقة واحدة بس، هي اللي ظبطت الوصفة. طبعا عملت الصينية كلها تمام. دلوقتي بقى لازم يكون الفرن سخن قبلها. هدخل البسكوت على الرف اللي في النص لحد، بصوا زي ما انتم شايفين هو من فوق مش واخد لون قوي، من تحت بيكون لونه ذهبي وحلو، بس من فوق ما نخلوش يغمق معانا. بصوا البسكوت مقرمش وهش جدا ومش مكتوم، وطعمه يعني انا مش عايزه اقول لكم، الملمس بتاعه والقرمشه بتاعته جميله جدا زي ما انتم شايفين الصوره واضحه. انا بفضل ان انا اعمل مثلا صينيتين كبار زي دول، وادخلهم الفرن. يعني اطلع واحده، واللي هطلعها يعني برضو امسحها كويس قوي من اي بواقي، وابتدي ان انا اعمل المجموعه التانية واحطها في الصينيه. وطبعا بتكون الصينيه مدهونه شويه زيت خفاف قوي. وبس كده، مش هياخد في الفرن وقت طويل، هياخد حوالي ربع ساعة او ممكن ازيد سنة على حسب حرارة الفرن عندكم. انا احتفظت بيه في العلبة الكرتون اللي انتوا شفتوها في الاول دي، حطيته في العلبة وقفلت عليه كويس جدا. تقدروا تحفظوه في اي حاجة، بس تقفلوه قفلة محكمة علشان ما يطراش او ما ياخدش رطوبة او اي حاجة. وهيكون معاكم بجد جميل، وجربوه على ضمانتي. المقادير مظبوطة جدا، اهم حاجة بس التزموا بالكلام اللي انا بقولته طول الفيديو، وهتلاقوا المقادير مكتوبة سواء في صندوق الوصف على اليوتيوب او في الوصف بتاع الفيسبوك لو بتتابعوني على الفيسبوك. وبس كده، ان شاء الله بكرة هنزل لكم الكحك الناعم، وتكون وصفة ممتازة وهتعجبكم. اشوفكم في وصفة جديدة، وباي باي.